أنا شفت رماة كتير وكانوا جامدين جدا، بس وقفوا في نص الطريق. بص يا بطل، في فكرة ناس كتير مننا بيقعوا فيها ومن غير ما يحسوا، إن هم يستنوا التمرين المثالي أو الوقت المثالي أو الإحساس المثالي عشان تبدأ تشتغل صح. بس الحقيقة إن الوقت المثالي ما بيجيش. الرامي المحترف ما بيستناش كل الظروف عشان يبدأ لما تبقى تمام. الرامي المحترف هو اللي بيبدأ حتى لو الظروف مش كاملة ومش تمام، وبيشتغل حتى لو الميدان مش مهيأ أو مفيش مدرب، حتى وهو تعبان بيشتغل وبيتقدم وبيتمرن. أصل الكمال ده وهم، لو فضلت مستنيه هتفضل في مكانك. أنا شفت رماة كتير وكانوا جامدين جدا، بس وقفوا في نص الطريق. طب ليه؟ لأنهم كانوا مستنيين اللحظة المناسبة اللي تناسبهم 100%، وفضلوا مستنيين وللأسف برضو ما جاتش. طب لو دورنا على الحل، إيه هو الحل؟ إنك تبدأ تشتغل باللي متاح عندك، حتى لو التدريب مش كامل، حتى لو الأداء مش 10/10. بس أهم حاجة إن في خطوة تمت، في عزيمة موجودة، وأكيد هيكون في تطور. كل طلقة انت بتضربها وانت مش في احسن حالاتك دي اللي هتعلمك انك تكون بطل في اسوأ الظروف. اللي بيضيع الكمال بيضيع وقت وبيضيع فرص، لكن اللي بيبدأ هو اللي بيكسب. وافتكر دايما النقطتين دولت، ان الاستمرارية احسن من المثالية، وان التحسين افضل 100 مرة من الكمال. قوم دلوقتي اتمرن، روح ابدأ تمرينك حتى لو انت حاسس انك مش في احسن حالاتك، واشتغل على نفسك حتى لو الدنيا مش مثالية. عشان البطل ما بيستناش الكمال، لا، ده هو اللي بيصنعه.